السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا وقبل ما نبدأ حكايتنا مع بعض نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام على رسول الله. صاحبة المشكلة بتقول حماتي طلبت مني وأنا لسه عروسة يا دوبك خلفت بنت إن أنا أقف جنب جوزي وأبيع له دهبي، بس بعد فترة اكتشفت إن عامل بفلوس دهبي هو وحماتي كارثة ما تخطرش على بال حد. فضلا وليس أمرا، قبل سماع مشكلتي دعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على اختيار الكل عشان يصلكم مننا كل إشعار فيديو جديد. صاحبة المشكلة بتقول أنا اسمي دعاء، عمري دلوقتي 28 سنة، اتجوزت من 3 سنين، اتجوزت وأنا عمري 25 سنة. بداية حياتي مع جوزي كانت خطوبة صالونات، اتقدم لي زي أي عريس صالونات، ما كانش فيه بيننا وبين بعض سابق معرفة. أنا يتيمة أب، بس أمي ربنا يخليها عايشة، وليا أخ واحد أكبر مني متجوز ومخلف. حالتنا المادية الحمد لله مستورة، مبسوطين. أمي ورثتنا وإحنا على قيد الحياة. أخويا خد البيت تمنه وادالي حق فلوس، وغير كده كمان كان أبويا سايب فلوس في البنك جهازي وفلوس برضو يعني طلع لي منها ورث. الفلوس اللي خدتها من حق البيت اشتريت بيها دهب كلها، غير كمان لما جه خطيبي جاب لي شبكة، بس كان معايا دهب يعني كان ورثي لما اخويا تمن البيت وطلع نصيبي فلوس. ساعتها ايام الرخص جبت بيه دهب على قد الفلوس، وقلت الدهب بيزيد مع الزمن وقرش ملموم في حاجة. المهم لما جيت اتجوز واتخطبت سنة، اخويا وامي جهزوني احسن جهاز يعني كفوني من كل شيء. المهم اتجوزت ودخلت في بيت العيلة، قعدت في الدور التاني وكانت حماتي قاعدة في الدور الأرضي، وكان ليا سلف عازب، هما كانوا أخين بس اللي هو جوزي وأخ صغير كان سلفي عازب. المهم إن أنا دخلت في بيت العيلة في شقة لوحدي على اسمه، إن أنا معيش في بيت العيلة مع حما أو مع السلف أو كده، يعني منعزلة. المهم دخلت من هنا، قعدت 6 شهور وحملت، وربنا رزقني بعد 9 شهور لما اكتمل الحمل ربنا رضاني ببنوتة زي العسل. المهم في يوم لقيت جوزي بيقول لي، طبعا جوزي شغال محاسب في شركة يعني وكده، بيقول لي أنا دخلت بيانات غلط وحطيت مبالغ على نفسي 300 ألف جنيه ولا ادفعهم لا إما يعني هتسجن. قلت له يعني إيه؟ قال لي يعني أنا حولت بطريقة الغلط 300 ألف جنيه على حساب عميل بالغلط، وبعد ما حولت الفلوس دي يعني وعرفت المصدر راح فين مش راضي يردها لي، بيني وبينه محاكم وبينه وبينه قضايا عشان استرد الفلوس ديت، لكن انا عايز اسددها. المهم قلت له طب والحل ايه؟ قال لي مش عارف اجيب الفلوس منين. المهم كان عدى على جوازنا سنة وزيادة، يعني 1.5 سنة كده تقريبا. قلت له يعني هتعمل ايه؟ قال لي مش عارف، 300 ألف جنيه دول بقوا عهدة في رقبتي. رحت حولتهم بطريقة الغلط لعميل، والعميل ده مش راضي يرجع الفلوس، وعشان اثبت ان هو الفلوس دي اتحولت في حسابه لازم يكون فيها قضية بقى واستئناف وكلام من ده، وانا لازم اسلم العهدة يعني في خلال الايام دي، لا كده لا اتحبس. قلت له مفيش مشكلة، انا معايا دهبي ودهب ورثي، ابيع لك الدهب كله وسدد اللي عليك. المهم قال لي بجد هتقف جنبي؟ قلت له اه. ساعتها لقيت حماتي طالعه لي وبتقول لي جوزك في محنه صعبه قوي. قلت لها ما هو حكى لي يا ماما كل حاجه، وانا مش هسيب جوزي يعني يبقى في المحنه دي لوحده، انا هديله شبكتي واديله كمان دهب اللي انا اشتريته بورثي يبيعه، وربنا لما يقدره هيرجع لي الدهب ده. قالت لي بنت اصول ومتأصلة، ولو واحدة زيك واحدة غيرك مش هتعمل اللي انت عملتيه اكيد عشان انت بنت اصول. قلت لها يا ماما في الاول وفي الاخر ده جوزي وابو بنتي، يعني اسيبه في المحنة ديت واتفرج؟ المهم اديت له الدهب كله، خده فعلا وراح باعه. المهم باعه، قال لي لقيته رجع لي بيقول لي الحمد لله ربنا يعني يسترك زي ما سترتيني، الفلوس كفت وسددت الدين اللي عليا، والحمد لله لما اكسب القضيه واسترد 300 ألف هجيب لك بيهم كلهم ذهب وهجيب لك كمان زياده عليهم. قلت له مفيش بيني وبينك فلوس. المهم من هنا بعد اسبوعين كده قال لي في مأمورية كده شغل يعني هتاخد مني 20 يوم. قلت له فين؟ قال لي بس هي مأمورية في بلد غير البلد، يعني هنروح فيها شغل وكده تبع الشركة بتاعتنا، هنروح الفرع التاني بتاع الشركة بتاعتنا انتداب 20 يوم، وانا هروح وهقعد هناك في سكن العزاب.
قلت له طيب مفيش مشكله. المهم خد الشنطه بتاعت الهدوم وجهزت له هدوم تكفيه 20 يوم، والمهم خد بعضه وراح سافر. المهم من هنا لقيت صاحبتي بتتصل عليا بتقول لي بقول لك ايه دعاء، انت موجوده في البيت؟ قلت لها اه. قالت لي طيب انا عايزه اقول لك على حاجه. قلت لها قولي. قالت لي فاضيه اجيلك شويه؟ قلت لها تنوري في اي وقت، البيت مفتوح لك. المهم فعلا جات لي صاحبتي وقامت قايله لي جوزك فين؟ قلت لها جوزي مسافر. قالت لي مسافر فين يعني؟ قلت لها مسافر في الفرع التاني بتاع الشركه في بلد تانية، ورايح انتداب بس 20 يوم عشان عندهم جرد لحسابات الشركه وكده، وبعد 20 يوم هيجي. قالت لي انت متاكده ان جوزك في المنطقه دي وفي البلد دي وتبع الشغل؟ قلت لها ايوه. قالت لي اصل انا شفته في هايبر، يعني في المنطقه الفلانيه، نازل من العربيه ومعاه واحده حلوه قوي ومأنججها وعمالين يضحكوا، ودخلوا الهايبر. قعدت اتابعهم انا وجوزي، لقيتهم بيشتروا حاجات كتير وبيشتروا حاجات مواد غذائيه وبيشتروا فاكهه وحاجات من دي، ومأنججها وعمال يضحك معاها وكده. المهم ان هو لما ركب العربيه وروح، كان عندي فضول ان انا امشي وراه بالعربيه واشوف هو رايح فين. شفته داخل عماره برج جميل جدا جدا، يعني برج باين عليه ان هو قيم قوي والسكن اللي فيه غالي. لقيته داخل البرج ده وطالع هو والست اللي معاه. سالت بواب العماره قلت لها مين ده اللي طالع؟ قال لي ده الاستاذ احمد. عرفت ساعتها ان اتاكدت ان ده جوزك. طبعا انا مش تايهه عن جوزك، ده انت صاحبتي العمر كله، وجيت بيتك اكتر من مره وتعاملت مع جوزك بالكلام اكتر من مره، يعني مش عبيطه. فبسال البواب بقول له امال مين اللي مع الاستاذ احمد دي؟ قال لي ده مراته، متجوزين دلوقتي بقالهم يعني داخلين على 10 ايام، ومأجرين الشقه ديت ومتجوزين لسه عرسان جداد. ساعتها اتاكدت ان جوزك يعني الست اللي معاه دي مش مجرد ست هو عارفها وماشي معاها، ده مراته. قالت لي انت متاكده؟ قلت لها ايوه قلت لها انت متاكده بالكلام اللي انت بتقوليه ده ولا بتخمني ولا انت جايه تعملي فيها مقلب؟ قلت لها والله متاكده، هو انا يعني ههزر في حاجات زي كده واخرب بيتك؟ انا جيت بس اوعيك وانصحك ان جوزك مش في شغل او كده، جوزك متجوز، ولو عايزه عنوان العماره هقول لك على العنوان والشقه رقم كذا. المهم كتبت لي العنوان. قلت لها طب اقول لك ايه؟ قالت لي قولي. قلت لها ما تجيبيش سيره لحد ولا لحماتي ولا تعرف حد ان انا عرفت حاجه زي كده، وقفلها على الموضوع ده اهو، لان انا في دماغي حاجات كده عايزه اعملها. واتفقت مع صاحبتي ان هي ما تجيبش سيره لحد ان انا عرفت، وما تفتحش في الموضوع ده قدام حد. ساعتها قلت لازم ان انا اخطط تخطيط كده ان انا اخلع بحاجتي واربيه واديله درس في الاخلاق. المهم في الوقت ده كلمت اخويا الكبير وحكيت له بيني وبينه على اللي حصل. ساعتها لقيت حماتي طلعالي بتقول لي عامله ايه وبنتك الصغيره عامله ايه؟ قلت لها تمام، انا عندي حاجه كده عايزه اعملها يا ماما. بقول لحماتي كده. قالت لي. قلت لها والله جاي لي مبلغ كده كبير من اخويا، يعني يعتبر باقي حسابي في ورث وكده. قالت لي لا، هو انت لسه ليكي ورث؟ مش كنت بتقولي ورثك كله جمعتيه في دهب اللي انت ساعدت جوزك بيه؟ قلت لها لا، ما كان في فلوس على اخويا معديه ال 200,000 جنيه. طبعا كل الكلام ده انا بفتكس وكده، يعني مش حقيقي، بس انا حبيت ان انا عايزه اخلع بالعفش بتاعي كله وحاجتي عشان خاطر ان انا اربيه وادفع جوزي وامه تمن اللي هو عمله غالي قوي. فخططت انا واخويا، قلت لها اخويا هيدي لي 200,000 جنيه، عايزه اغير العفش ده كله واجيب عفش جديد. قالت لي ليه؟ ده عفشك يا بنتي بقاله يا دوبك سنتين اهوت، ما هوش قديم قوي. قلت لها بس انا عايزه اجيب بقى عفش مودرن وكده، ففي عربيه نقل كبيره هتاخد العفش القديم ده كله والحاجات اللي في المطبخ كلها، وهروح بالفلوس اللي انا خدتها من اخويا هجدد كل حاجه. قالت لي طب ما انت اولى بالفلوس دي، حطيها كده في اي حاجه او عينيها تنفعك انت وجوزك وبنتك في المستقبل، او جيبي بهم دهب تاني يمكن تحتاجوه في اي حاجه. قلت لها لا، انا عايزه افاجئ جوزي لما يرجع من شغله بعد الغيبه دي ان الشقه كلها متجدده وكل حاجه يعني حلوه كده وجديده، عشان خاطر يعني يبقى مبسوط مني ويبقى متفاجئ بعيشه كويسه، ونغير حاجتنا كده، يعني نجدد من حياتنا. احنا عايزين الفلوس في ايه؟ ما احنا اهم حاجه ان احنا نتبسط. قالت لي والله بقى اللي تعمليه انت، انا شايفه ان انت بتطيري الفلوس في الهواء. قلت لها المهم ان في عربيه كبيره هتيجي ومعاها 3 انفار
هيجوا يحططوا كل حاجة، بس عايزاكي انتي وسيلفي بس تقفوا معاهم، عشان خاطر هياخدوا العفش ده كله هيبيعوه لواحد، هياخدوا بسعر كويس، بسعر المستعمل بس هياخدوا بسعر كويس. وانا بالفلوس اللي هاخدها من اخويا على الفلوس دي اتفقت خلاص في عربون ان انا هجيب اوضه نوم، اوضه اطفال، وسفره وصالون بدل اللي انا بعتهم، وهجيب حاجات للمطبخ جديده، واجدد الادوات الكهربائيه. قالت لي مفيش مشكله. المهم من هنا حماتي وقفت هي وسيلفي، وجم عربيه كبيره، نقل كبيره، حططت كل حاجه ونقلت كل حاجه على العربيه. سبت الشقه على الارضيه، مفيش حتى فيها سجاده ولا نجفه، وكنيسه الشقه كاني بنضفها على اساس ان هيجيلي الحاجه بقى الجديده اللي هي التجديد اللي انا هجدده في الشقه. وفعلا الحاجه اتنقلت، واخويا قابل الانفار على اول الطريق كده بعد ما طلعوا من الشارع بتاعنا. اول ما دخلوا الطريق لقى اخويا مستنيهم هو وولاد عمي، حططوا الحاجه في جراج كانوا واخدينه كبير كده بالايجار قصاد بيت اهلي، ونزلوا الحاجه دي كلها. وساعتها خدت بنتي على دراعي وقلت لها انا بس تعبت في النقل والحاجات دي، هروح ابيت النهارده عند امي، وبعد كده هاجي عشان العفشه والحاجات الجديده هتيجي بكره، هاجي مره واحده عشان افرشها. حماتي قالت لي خلاص ما فيش مشكله. المهم خدت بعض وخدت بنتي وخدت كل هدومي طبعا ونقلتها. فبتقولي طب انت واخده شنط الهدوم دي ليه يا بنتي؟ قلت لها ما فيش حاجه بقى، انا اخدت شنط الهدوم دي عشان لما اجيب الدولاب الجديد وكده وافرش واجيب النجار يجي يركب يعني الخشب وكده، اجي بقى مره تانية اطبقهم مره واحده بدل ما اكركب على نفسي، وكمان هشوف ايه الجديد فيهم وايه القديم هجدده كده. والمهم خدت لي شنطتين هدومي انا وبنتي. المهم خدت كل حاجتي اللي في الشقه ورحت على بيت اهلي. المهم رحت على بيت اهلي طبعا، واخويا كان يعني عارف كل حاجة عني، ورحت رفعت قضية تبديد عفش وسرقة عفش، ان جوزي وحماتي وسيلفي خدوا العفش بتاعي وسرقوه. وغير كده كمان ان سرق الذهب بتاعي، لقيت الذهب مش في الدولاب، طبعا الذهب كان متاخد عليه وصل امان، وكان مكتوب كمان عليه في القايمة، يعني الذهب اللي هو خده كله شبكته وذهب اهلي اللي انا طالعه بيه بالورث كله متسجل عليه في القايمه، وفي وصل كمان خارجي، يعني حقي كده كده راجع غصب عنهم. المهم من هنا رفعت عليه قضيه سرقه عفش وسرقه ذهب. وطبعا هم عشان كانوا واقفين مع الراجل اللي هو بينقل العفش ما يقدروش يتهموني ان انا سرق العفش غصب عنهم، وان انا يعني مخططه لكل ده، ما يقدروش يثبتوا ان انا واخده العفش، لان طبعا هم كانوا واقفين على العربيات وهي بتنقل الحاجه، والجيران شايفينهم ان الحاجه طالعه برضاهم مش مسروقه، يعني ما يقدروش يطعنوا في رفع القضيه. المهم جوزي لقيته بيبعت لي بيقول لي انت ليه عملتي كده، وليه خدت العفش، وليه رفعت عليه قضيه سرقه عفش وسرقه ذهب؟ هو انت خدت حاجه غصب عنك؟ ما انت قال عليه الذهب برضاكي ووقفت جنبي وساعدتيني. وغير كده كمان ان العفش والحاجات ديت انت اللي قلت لقرايبي ان انا هبيعها وهجيب يعني وهجدد العفش وكده عشان تفاجئيني وتسعديني وكده. ايه اللي جد في الامور؟ مرضتش طبعا، خفت يكون بيسجل لي مكالمه. قلت له ايوه قرايبك سرقوا العفش وانت سرقت الدهب بتاعي، انا ما اديتلكش حاجه، انتوا سارقين العفش بتاعي وسارقين ذهبي وانا عايزه حاجتي، انتوا نصابين ونصبتوا عليا وانا مش هرجع لما اخد حقي كامل مكمل. وقفلت السكه في وشه، خفت العود يكون بيستدرجني ويسجل لي مكالمه ان تثبت ان انا واخده العفش برضايا وان الذهب عطيهوله برضايا. المهم طبعا حال عليا ناس كتير، وبدأ ان هو يوكل برضو محامي عشان خاطر يجيب اثباتات ان انا واخده العفش برضايا وان انا اللي واخده العفش، وعايز يثبت كمان ان انا اللي مساعداه في الذهب مش هو سرقه ولا حاجه، لكن هو ما قدرش يمسك عليا اي دليل. المهم طبعا كنت رفعت عليه قضيه العفش وقضيه الذهب. المهم الحمد لله بعد 6 شهور كسبت القضيتين، ان انا كسبت قضيه العفش وكسبت كمان الذهب بتاعي ان هو لازم يجيبوا لي جرامه زي ما مسجل عليه في القايمه وفي وصل خارجي. المهم لقيته جاي بقى يتحايل عليا نرجع لبعض وحقك عليا وكده. قلت له اول مره كنت اواجهه بالحقيقه، قلت له انا وقفت معاك
وقفت بنت اصول. ولما ضحكت عليا وكتبت عليا قلت لي ان انا يعني عندي عهده 300,000 جنيه وهتسجن لان حولتهم لعميل بالغلط، والعميل ده مش راضي يرد لي الفلوس وفيها قضيه والهبال القضايا طويله، انا هسجن لو ما سددتهمش في خلال 20 يوم. انا ثقت في كلامك وسلفتك الذهب واديتهولك من غير ورق ومن غير اي حاجه، من غير علم قرايبي. افاجئ بعد كده ان انت متجوز واحده تانية، وان انت واخد ذهبي بيعه عشان تأجر شقة بالشيء الفلاني وتروح تجيب لها عفش وتجيب لها شبكة وتستف امورك. هو انا كنت مقصرة معاك في ايه لما انت تعمل معايا كده؟ ايه اللي فيها احسن مني وايه اللي فيها اكتر مني وهيسعدك لما انت تاخد ذهبي وورثي وتعبي عشان ترتبط بواحدة تانية وتغشني وتكذب عليا؟ ما دام انت عايز تتجوز وراجل قد المسؤولية وقد ان تفتح بيتين، ليه تعتمد على مرة وتاخد حقها وتاخد تعبها وتاخد ورثها وتاخد ذهبها عشان تفتح بيت تاني؟ فوجئت بعد كده منه بيقول لي والله الرأي ده ما كانش رأيي ولا اقتراحي انا ولا كنت عايزه اتجوز. امي لقت البنت ديت يعني بتورث وحالتها الماديه كويسه وتبقى بنت صاحبتها، قالت لي ايه رايك تتجوزها، ده هتورث لها شيء بشويات. قلت له زي ما كنت انت برضو متجوزنا على طمع عشان هورث برضو في البيت وهيطلع لي كام حته ذهب، وان انا برضو هيطلع لي مبلغ من البنك، يعني انت بتتجوزنا تجاره يعني عشان خاطر تكسب من ورانا؟ عامة انا مش متنازلة عن القضايا، انا هاخد قيمتي برضو ادبا ليك، هاخد ذهبي كامل وهاخده جرمة وهاخد كمان يعني عفشي فلوس، مش هاخد عفش، انا خلاص خدت العفش هاخده تاني مرة برضو ادبا ليك فلوس، انا مش عايزة عفش ومش عايزة خشب. المهم القضايا طبعا لما كسبت راح بقى لمراته، قول لها مراتي لما عرفت ان انا متجوزك عايزه مني يعني حاجتها وذهبها وكده. قالت له وانا يا حبيبي مش هساعدك ومش هقف جنبك، انا مالي، انت دفعت لي شبكتي وجبت لي عفش، انا مالي ان انا اقف جنبك. قال لها طب سلفين حتى 300,000 جنيه اجيب لها ذهبها والعفش وكده، يعني هدي لها اي فلوس، انا عامل على نفسي قايمه ب 150,000 جنيه، معايا منهم 100,000 جنيه هدي لها 50,000 جنيه كمان، اشوف من امي اي فلوس واخلصها. قالت لا يا حبيبي انت اللي مرت نفسك، انا ماليش دعوه بالمواضيع دي، انا لا مساعداك ولا مسلفاك. المهم اتخلت عنه ولقيتها بتقول له طلقني، انا مش عايزه اكمل معاك. وطبعا عايزه تتطلق وتاخد كل حاجه بعد ما خدت منه ذهب قد كده اللي كان في ايدي، وغير كده كان عامل لها قايمه كبيره. طبعا قالت له هتطلقني غصب عنك ولا ارفع عليك قضايا. اتطلقت منه بعد شهرين جواز، خدت ذهب منه يتعدى 100 جرام وزياده، وخدت منه عفش يتعدى 200,000 جنيه، وضحكت عليه في خلال شهرين وخلته على الحديدة. اما بقى انا معاه طبعا بيحاول ان هو يرجعني ويصالحني ويقول لي انا اتأدبت وخلاص انا طلقتها. قلت له استحالة ان انا ارجع لك، انا عايزة ذهبي وعايزة كمان عفشي. خلاص انا خدت العفش مش هظلمك فيه عشان انا خدته، لكن انا عايزة ذهبي اللي انت خدته ب400,000 جنيه يجولي اجرمه، لا كده لا تتحبس، لكن لما تسلمني ذهبي كامل اجرمه انا في الوقت ده هتنزل لك عن القايمه، لان انا مش هنصب عليك ولا هضحك عليك، انا خدت قايمتي ويكفي ان انا خدتها وبرضايا، لكن ذهبي مش هتنازل عنه ورجوع ليك مش هرجع. المهم من هنا القضية قعدت 6 شهور، في 6 شهور المهم خدت لها سنة. وبعد كده فوجئت ان هو عرض بيت ابوه للبيع عشان ما يتسجنش طبعا. عرض بيت ابوه للبيع، باع بيت ابوه وسكن هو واخوه وامه في بيت بره بالايجار. ولقيته جايب لي الذهب بتاعي، كان اياميها الذهب الجرام ب1000 جنيه، رجع لي ب400 يعني ب400,000 جنيه ذهب. كان الذهب اياميها الجرام ب1000 جنيه، رجع لي ب400,000 جنيه ذهب. المهم من هنا الحمد لله اخدت ذهبي كامل مكمل. وبعد كده حاول ان هو يرضيني ويصالحني، انا رفضت طبعا. جاي لي دلوقتي بعد طبعا ما اتطلقت، انا متطلقه منه دلوقتي بقالي داخله على سنه، طلقت منه وبعد كده الحمد لله خدت ذهبي كامل. ودلوقتي هو بيساومني ان احنا نرجع لبعض، قال لي انت خدت حقك تالت ومتلت وجبت لك ذهبك والحمد لله ما قصرتش معاك في حاجه، نرجع بقى لبعض عشان خاطر بنتنا ونرجع نربيها وكده. قلت له لا يسلم المؤمن من الجحر مرتين، انت مره نصبت عليا وربنا جابها معايا كده بسلام ورجع لي حقي، المره الجايه ما اضمنكش ولو بايه.
طبعا رفضت ان انا ارجع له نهائيا. خلاص الحمد لله انا متطلقه بقالي سنه، هو بيحاول ان في خلال السنه دي يرجعني، انا برفض تماما. هو طبعا خسر كل حاجه، باع بيت ابوه عشان يسددني، دلوقتي ساكن بره بالايجار هو وامه واخوه العازب. هو فاكر ان انا هرجع له ابيع الذهب وارجع تاني اشتري بيت وارجع تاني اقعد معاه، لكن انا استحالة ان انا ارجع تاني لبني ادم زي كده. الحمد لله رب العالمين، ربنا خلصني منه على خير، وعرفت ان مش كل حد تثق فيه، مش اي حد تديله يعني مساعدة، حتى لو كان جوزك، من غير ما تعرفي ايه اساس المشكلة، من غير يعني كان لازم ان انا ادخل من الاساس ابويا، عمي، خالي، اي حد يكون وسيط كبير يعرف اذا كان فعلا هو محتاج الفلوس دي دين عليه، ولا بياخدها استغلال، ولا هيتجوز بيها، ولا هيستطمع بيها. لازم برضو الست مهما كانت قوية محتاجة برضو سند بعد ربنا يقف جنبها. غلطتي ان انا لما ساعدته واديته الذهب وقلعت له بسهوله، ان انا ما استشرتش حد، ما قلتش لاهلي. ولما عرفت ان هو نصب عليا وراح يتجوز بذهبي، كان لازم ان انا اخطط تخطيط جهنمي كده عشان ارجع حقي. زي ما خد ذهبي بكل سذاجه، لازم ارجع حقي كله كامل بكل ذكاء. عشان كده انا رفضت طبعا ان انا ارجع لبني ادم زي ده. هو حايل عليا كل الناس وحايل عليا الدنيا كلها ان احنا نرجع لبعض ونعيش مع بعض عشان خاطر حجه بنتنا، لكن انا مش لازمني ان انا ارجع لشخص زي كده. انا الحمد لله من غيره مرتاحه ومبسوطه. رحت اجرت شقه، الحمد لله بدي دروس خصوصيه لان انا خريجه كليه علوم، بدي دروس خصوصيه، قادره اصرف على بيتي، قادره اصرف على بنتي. غير كده كمان رجعت ذهبي كامل بالجرام، الحمد لله عندي خير. الحمد لله ان انا عفشي كله كامل خدته، ما اقدرش ان انا ارجع للغش تاني والخداع تاني. غير كده كمان ان انا بحمد ربنا ان ربنا نصفني وخدت كل تعبي، ما اقدرش ان انا ارجع لبني ادم زي كده. عشان كده قلت اقول لكم مشكلتي وانصحكم لوجه الله. مش كل راجل تثقي فيه، طبعا مش كل رجاله خاينه، بس برضو لازم تبقى عارفه جوزك هياخد الفلوس دي في اي مصدر. ما تبقيش ساذجه، ما تسلمهوش نفسك كده بكل سهوله وببساطه. في رجاله كتير بتبقى متجوزه الواحده على طمع، طبعا من بني على باطل فهو باطل. هو اتجوزها طمعا واتجوز التانية طمع، لكن هو ما نالش من الدنيا حاجه غير ان هو دفع الثمن غالي. يا ريت نعامل ان حرمنا بما يرضي الله. استوصوا بالنساء انهم خلقوا من ضلع الاعوج. عمر ما كان الغش في الجواز يا جماعه اخره خير. من بني على باطل فهو باطل، وربنا دايما بينصف المظلوم. انا بقول لها والله انت ذكيه جدا ان انت عرفتي ترد حقك، وان انت الحمد لله ان ربنا رجع لك حقك عشان انت بنت حلال. وكمان يعني بنت حلال ان كمان صاحبتك اكتشفت المؤامره دي، كان ممكن تدفعي فيها كتير قوي. غير كده كمان يعني كنت تفضلي طول عمرك عايشه معاه وانت ما تعرفش عنه اي حاجه. فالغش ما فيش حاجه، ما فيش كدبه بتكمل للاخر يا جماعه. مفيش في الدنيا الكذب ملوش رجلين، بالبلدي كده الكذب ملوش رجلين. عشان كده من غشنا فليس منا. اوعي ترجعي له. هي بتقول دلوقتي صاحبه المشكله ارجع له ولا لا، هو بيحايل عليا طوب الارض. انا مبسوطه دلوقتي ان انا بعيده عنه، والحمد لله بدي دروس وعايشه حياتي وبربي بنتي، والحمد لله دهبي رجعته وقيمتي خدتها. وبحمد ربنا ان انا طلعت من الغشاش ده بدون خسائر ماديه. الحمد لله كفايه ان ربنا رزقني ببنت ونس ليا. انا خلاص اكتفيت ببنتي واكتفيت بحياتي. فبتقول دلوقتي هو بيحايل عليا عشان ارجع له، ولا استحالة ترجع لبني ادم زي ده. اللي يخون مرة يخون 1000 مرة. ما تضمنيش هيخطط لك بايه. زي ما انت خططت ورجعت حقك بسهولة، ممكن يخطط ان هو يضيع حقك برضه بسهولة. ده انسان غشاش وكذاب، وكمان امه لا تؤتمن على حياتك. انت احمدي ربنا ان انت نجيت منه وطلعت منه بخير. اوعي ترجعي للمأساة دي تاني او للناس النصابة دي تاني. لا خلاص، هو ربنا نجيكي مرة، تضمنيش المرة الجاية ايه اللي هيحصل. طبعا دي كانت مشكلتنا. يا ريت تكتبوا لها في التعليقات ايه رايكم ان انا بقول لها ما ترجعلوش. انت رايكم نفس رايي؟ تأيدوني ولا لا، ولا ترجع عشان خاطر بنتها هي يعني من كتر الزن عليها هي حيرانه. مستنيه منكم تعليقات على صاحبه المشكله، ولكم مني جزيل الشكر على الاستماع. ما تنسوناش فضلا وليس امرا من دعمكم لينا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والضغط على اختيار الكل عشان يصلكم مننا كل فيديو جديد. وبكده مشكلتنا خلصت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.